في حد كده عايز اقول له أدعى عليكي بإيه وانت فيكي كل العبر. مساء الخير، يا رب يكون يومكم كان جميل وتقضوا وقت حلو في كل الأوقات. ناوية ابتدي حلقات جديدة وسلسلة جديدة بصوت حبيبتي عبلة كامل، اللي بيقولوا ان انا صوتي زي صوتها يعني او قريب منها. بدل بقى وانتي مالك، لا، ناوية اخليها ادعي عليكي بايه وانتي فيكي كل العبر. بصراحة يعني أنا دايما بحب والله بدعي لنفسي وبدعي للناس، بس فعلا أنا جالي إحباط شديد جدا لدرجة إن فعلا في مواقف في حياتنا لازم تتقال فيها أدعي عليك بإيه وإنت فيك كل العبر. يعني أنا وناس كتير غيري جدا 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 من المشاهير بتوع اليوتيوب والإنستجرام والفيسبوك وكل ده اتكلمنا عن قصة اللانش بوكس. وانا الاسبوع اللي فات طلعت وقلت يا جماعه في 3 فيديوهات خدوا بالكم موضوع اللانش بوكس ده. يعني في ناس ما تقدرش تحط الحاجات اللي انتوا بتحطوها فيه. واتكلمت عن افكار تقدروا تعملوا ايه وايه الافكار اللي ممكن تحطوها في لولادكم في اللانش بوكس، واتكلمنا في كل ده. وناس كتير قالتها بصيغة هزار، ولا نخليها ايس بوكس مش لانش بوكس وناس تانية طلعت قالت بطريقة لطيفة يا جماعة ده أكل عريس في دخلته مش أكل طفل ولا طفلة رايحة المدرسة. الناس كلها ما خلتش على جهدها جهد، اتكلموا بطريقة كويسة واتكلموا بطريقة جادة وبطريقة هزلية وهزار وضحك وعملنا كل حاجة. لكن لما يحصل موقف زي اللي أنا سمعته امبارح ده يبقى ما بقاش فيها هزار. في حد كده عايز اقول له أدعى عليكي بإيه وانت فيكي كل العبر. لما اسمع الموقف اللي حصل ده يبقى فعلا لازم اقول ادعي عليك بايه وانت فيك كل العبر، او ادعي عليكي بايه وانت فيك كل العبر. مدرس طلع وحكى ان في المدرسة لقى طفل في عمر الابتدائي تقريبا، يعني في مرحلة الابتدائي، الطفل بيعيط لدرجة انه عنده ضيق تنفس من كتر العياط، يعني مقهور جدا جدا جدا، عشان اخد سندوتشات بسيطة، حاجات بسيطة من اللي الناس كتير بتاكلها، والعلماء والدكاترة والناس الكبار اللي ليهم اسم كبير اتربوا عليها. كان تقريبا واخد في اللانش بوكس بتاعه يعني ساندوتش فول وساندوتش طعمية. الولد مسلمش من التنمر بين زمايله اللي جايبين تشيكن سترابس وجايبين كفتة وجايبين اكل طبعا مش مع الولد، وهزقوا الولد وقالوا له ايه اللي انت جايبه ده وايه الاكل المعفن ده. المدرس بقى واقف قدام الطفل وهو بيحكي ان هو مش عارف يعمل حاجة معاه، مش عارف حتى يعني يواسيه. الطفل مقهور جدا جدا وزعلان جدا جدا، وبيقول له انا كاره المدرسة وكاره ان انا اجي هنا تاني وكاره زمايلي دول، مش عايز اجي تاني بعد ما هزقوني وعملوا فيا كده. ارتحتي؟ هديتي؟ اتبطيتي؟ ارتحتي دلوقتي لما عملتي كده؟ حطيتي لابنك آه، بتاع ده وجبة العريس اللي انتي عاملاها والاوبن بوفيه اللي انتي عاملاهوله في اللانش بوكس وارتحتي خلاص؟ في حد كده عايز اقول له أدعى عليكي بإيه وانت فيكي كل العبر. لا، في الحالة دي بقى بكل ثقة ادعي عليكي واقولك ادعي عليكي بايه، واسألك ادعي عليكي بايه. لما تبقي انتي ارتحتي اكلتي ابنك الحاجات دي، يا جماعة اكلوها لولادكم في البيت، ما تاكلوهاش لولادكم. مش لازم يعني الاكل الفراخ واللحمه يبقى بره البيت. الاكل ده مكانه البيت، مكانه المطاعم، مكانه اي مكان غير المدرسه. هم رايحين يتعلموا ولا يتباهوا بالاكل والشرب؟ والبلوى السودا كمان ماركة اللانش بوكس وماركة الفلاسك اللي ماسكينه وماركة مش عارف ايه، واللي جايب حاجات اوريجينال واللي مش جايب حاجات اوريجينال. إيه القرف ده؟ وايه اللي انت عملتيه وايه التربيه يعني اللي حطت لابنها الحاجات دي
او اللي بتحط لابنها الحاجات دي في اللانش بوكس، انت بس مش عامله فتنه وعلى فكره انت بتضري بصحه ابنك كمان. ده انت كمان مش مربيه ابنك. ما صحيح، ما انت قاعده مهتميه بالكفته والتشيكن ستريبس، هتربي ابنك امتى؟ هتعلميه ان عيب يتنمر على اصحابه امتى؟ يبقى بقى من قلبي اقول ادعي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر. وبجد منك لله انت وكل ام بتفكر التفكير ده وسابت تربية ولادها وقاعدة تفكر هتعلف ابنها ايه وهو في المدرسة، وقاعدة بتفكر هي هتعمل له ايه، ومستخسرة فيه النصيحة اللي تقوله فيه يا حبيبي مهما تشوف زمايلك معاهم ايه مالكش دعوة بيهم وما تتنمرش على حد. واكيد هو واخد الطبع ده من اللي في البيت، اصل بنسبة 80% الطفل بياخد الطبع من اللي في البيت. لو اللي في البيت ما تربوش هو كمان هيطلع، اصل مين اللي هيربيه؟ يعني اذا كانت الام ما تربتش الطفل هيتربى ازاي؟ هو ما لقاش حد يربيه، هيتربى ازاي؟ منك لله يا شيخة انتي وكل الامهات اللي زيك، منك لله وفعلا بصوت عبلة كامل حبيبتي ادعي عليكي بايه بعيدة وانتي فيكي كل العبر، وحالك شبه الكلب الاجرب فعلا زي ما هي بتقول بالظبط. بص انا بشكر طبعا اي حد هيسمعني للاخر، ومعلش انا انفعلت، بس الموضوع يعني اي حد فيكم لما يسمع حكاية ان طفل انقهر القهر ده وعيط وكره المدرسة بالسبب ده، الله ينعل ابو الامهات دول، على ابو اللانش بوكس، على ابو اللي اخترعوا. لا ارجعوا للكيس البلاستيك تاني وبلاش قرف، ارجعوا للكيس البلاستيك وارجعوا لاصلكوا تاني وبطلوا منظرة كدابة. لما انتوا مش لاقيين تاكلوا ومش لاقيين تشربوا ده غالي وده غالي وده غالي، امال بتجيبوا منين اللانش بوكس وبتجيبوا منين الفلاسكات اللي بتمنها بمبالغ خياليه وبتجيبوا منين الاكل اللي جواها؟ لما احنا في فتره في ناس مش لاقيه تاكل وتشرب، انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ تبقى انتوا حراميه بقى. في حد كده عايز اقول له ادعي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر. ولو حضرتك مش حراميه ولا حاجه وعندك مصدر دخل كويس قوي، ارجوك يا شيخة في عرض النبي ربي ابنك ولا ربي بنتك، ربي ابنك او بنتك. ويا ريت لو انتي فعلا متيسرة وعينك مليانة خلي ولادك كمان عينهم مليانة، وخليهم ما يبصوش زمايلهم جايبين ايه ومش جايبين ايه، ولما يلاقوا حد اقل منهم يتنمروا ويقلوا ادبهم عليه. ممكن ولا ده صعب عليكم؟ الناس غلبت، الناس ما سابتش يعني. الاستاذ اسلام فوزي، واحده اسمها مدام نشوى طلعت اتريقت برضو على الموضوع ده بطريقه ما، بطريقتها كده، وقالت خدوا كيس ملوخيه ومش عارف ايه، وقعدت تتريق وتقول انتوا مستنيين بعد ما يتحط للعيال الاكل ده في اللانش بوكس مستنيينهم يفهموا ويستوعبوا ازاي. واحد اسمه استاذ ايمن طلع اتكلم في قصه اللانش بوكس ده. يعني ما في، انا تقريبا كل اليوتيوبرز المحترمين اللي انا بتابعهم كلهم اتكلموا في الموضوع ده. انتوا مستنيين ايه؟ يعملوا لكم يحكموا عليكم ان الاكل يبقى زي الموحد في المدارس؟ اعتقد بقى ان هو ده الحل. بجد يعني انا بستغفر ربنا، بس برضو مش قادرة انسى قهرة الطفل اللي عيط لدرجة ان نفسه راح. مش هقول غير كده. اللي بيسمع الفيديو ده لو ترضى ده على ابنك ولا بنتك، ان ابنك ولا بنتك يتقهر بالشكل ده، يبقى خلاص. اعتقد ان مفيش حد هيرضى بكده ابدا. وشكرا. في حد كده عايز اقول له ادعي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر.